هو انت عايزه تطلقي ليه؟ انت عايزه تطلقي عشان شفتي مسلسل البطله بتاعته بعد ما اتطلقت نجحت وبقت سيده اعمال وبقت في حته تانية خالص هي ما كانتش تتوقع او تحلم ان هي ممكن تكون فيها؟ ولا انت عايزه تطلقي عشان زهقتي؟ ولا انت عايزه تطلقي عشان فاكره ان حياتك دايما هتبقى احسن بعد الطلاق؟ انا عارفه ان في ناس ممكن تختلف معايا في الموضوع ده وما تحبش رايي، لكن كل ما يجي لي حد ككوتشنج سيشن يقول لي اصل هي مش مبسوطه وعايزه تتطلق. انا بالنسبه لي ان لو لسه في مرحله الخطوبه فالموضوع سهل جدا، لكن في مرحله الجواز وانت متجوزه وفي اطفال وفي حياه، الموضوع لازم نفكر فيه ولازم يكون الخطوات فيه ثابته وهاديه وبنفكر فيها. طيب بالنسبة للناس أو للستات اللي عايزة تطلق عشان هي معتقدة، بعيد طبعا عن الضرب، بعيد عن الإهانات، لكن اللي أنا بتكلم فيه إن الست اللي عايزة تطلق دي لازم تقعد وتفكر مع نفسها واحدة واحدة. هل لما جيتي اتجوزتي كنت لسه ما اعرفش ظروفك صغيرة، اهلك ما ساعدوكيش في الاختيار الصح، او كنت بتحبيه فمخك مقفول على الشخص ده، او جوازة صالونات، كل واحد وليه ظروفه. لكن لو هو بخيل او لو هو خاين او لو هو كذاب او لو هو انسان ما يتعاشرش او لو هو في العبر وانتي كنت عارفة الريد فلاجز دي من قبل ما تتجوزيه ووافقتي عليه وقلت هيتغير بعد الطلاق بعد الجواز، فلو سمحتي اهدي وما تتسرعيش في موضوع الطلاق. الست لما بتبقى عايزة تتطلق فهي المفروض تكون مؤهلة لفكرة الطلاق، فكرة المجتمع أو فكرة إن هي هتبقى مسؤولة عن نفسها أو لو حتى في أولاد وهي بتبقى قدرات. حقيقي الناس اللي شفتهم إن حتى لما كانوا هم عايزين يتطلقوا عاشوا في ريفانج، عاشوا في انتقام مع الراجل اللي كانوا عايشين معاه وضيعوا عمرهم وما استفادوش حاجة. وفي ستات عاشوا لولادهم وبرضو حسوا ان هم ضيعوا حياتهم ويبتدوا يذلوا ولادهم، والفكرة مش يعني ده اختيارك انت كأم، الولاد ملهمش ذنب. انك علشان تطلقي وتعيشي حياتك كست ناجحة او تقابلي فرصة تانية ده موجود، لكن كل ست محتاجة ان هي تتأهل، كل ست محتاجة ان هي تبقى عارفة قدراتها هتقدر تتحمل ده ولا مش هتقدر تتحمله. طيب لو هي عندها القدرة ان هي تتحمل فكرة الطلاق، تمام، هل الشخص اللي انت اخترتيه اللي كان جوزك او ابو اولادك او كان جوزك بس، هل الشخص ده انت اخترتيه بمحض ارادتك؟ يعني انت اللي كنت عايزة تعيشي معاه؟ لو الشخص ده فيه عيوب كتير، خاين، كذاب، يعني بخيل، في عيوب اللي هي محدش يستحملها، واكيد العيوب دي انت خدتي بالك منها قبل الجواز بس قلتي هيتغير بعد الجواز. فلو انت قلتي ان هو هيتغير بعد الجواز فلو سمحتي، وما تغيرش، فيش حد بيتغير عشان حد، فلو سمحتي تقفي كده مع نفسك وتعرفي ايه الحاجات اللي انت عايزاها وتبتدي يعني تاخديها ستيب باي ستيب كده، ان انت لو دخلتي في مرحلة تانية مع واحد تاني بعد الطلاق هتختاري نفس الاختيارات بتاعت الشخص الاولاني، فيبقى انت ضعتي. احنا قلنا القدرة، لو انت عندك القدرة ان انت فعلا تمام تتقبلي فكرة الطلاق وتعيشي كست قوية، لكن الست القوية دي بتقع في فكرة ان هي ست محتاجة ان يكون في راجل تاني في حياتها. لو الراجل الاولاني اللي انت اخترتيه وعشتي معاه كان في صفات وحشة جدا وتقبلتيها وقلتي خلاص تعيشي معاه او هيتغير بعد الجواز، ومفيش راجل بيتغير بعد الجواز، يبقى هنا تقفي وتقولي ايه المشكله، لان المشكله ساعتها هتبقى في اختياراتك انت مش في الراجل، لانك لازم الست بتحب بالسمع والراجل بيحب بالنظر. يعني الست لما حد بيقول لها كلام حلو بترتبط بيه جدا، والراجل بالشكل طبعا. فعلشان كده انت لازم تقفي مع نفسك وتشوفي غلطاتك في الجوازه الاولانيه وتعرفي ان لا الاختيارات دي كانت من الاول غلط وما تكرريهاش. لكن انا بالنسبه لي فكره الطلاق فكره صعبه جدا،
لو هو راجل لسانه طويل او بيمد ايده، او شخص يعني نسوانجي من درجة الزنا، فلا ده طبعا ما يتعشرش. لكن لو قدرتي ان انت تعيشي مع راجل شوية يعني مختلف عن فكرة الحاجات اللي أنا قلتها، وما تبوظيش بيتك، وتقدري تبني بيتك وتخلي بيتك في استقرار، عيشي. يعني فيش ليه الكلمة بقت سهلة؟ تمام. والله أنا بالنسبة لي إن ما شفتش تقدم في حياة حد، مش بحبطكم، بس انتوا لازم تبقوا عارفين أرض الواقع صعبة. الواقع صعب. الأفلام والمسلسلات هنا، لكن الواقع صعب. وفي ناس بتنجح، بس لو انتي عندك الاستعداد حربي.